سلفيين يعني عادوا ولا السلف الصالح. قال ايه بقى افكاره الاساسيه الراجل ده؟ قال اني بعث الجهاد ضد غير المسلمين وضد المسلمين ده اساسي وضد المسلمين. اول من انشأ فكره الجهاد ضد المسلمين اللي يعتبروا غير مسلمين، غير مسلمين في النظر. الحاجه الثانيه خد من الدوله الاسلاميه اقتصاد النهب، وبعدين مبدأ التكفير ده، يعني اللي باعث لمبدأ التكفير في العصر الحديث هو ابن عبد الوهاب. وبعدين حاجة في مذهبه كل ما هو ليس حلالا فهو حرام، فالتحريم عنده الأغلبية. كل شيء اللي مش حلال واضح ومكتوب ان ده حلال يبقى حرام. طب اغلب الحاجات ما كانتش موجودة في عصر الرسول، يبقى اغلب الحاجات حرام. بعد كده العداء الشديد لليهود والمسيحيين والشيعة. افكار مين؟ محمد ابن عبد الوهاب اللي اسس بيها الوهابيه. سنه 1700 قعد يدعو للافكار، طردوه، فراح حته اسمها الدرعيه كان بيحكمها محمد ابن سعود، برضه في نجد، الحته دي في نجد. فراح محمد ابن سعود قال له لهفه، قال له انت محمي عندي انت كده، وعملوا الاتفاق التاريخي من 250 سنه، واحد شيخ وواحد حاكم. 1744 تم هذا الاتفاق التاريخي بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، ودشنوا الاتفاق بجوازه. ابن محمد بن سعود اتجوز بنت محمد. هتلاقي الجوازات دي جزء من الصمغ برضو اللي بيربط العمليه. فمحمد بن سعود اتجوز بنت محمد بن الوهاب، وقال له انا الامام محمد بن سعود، تدعو الناس ان يدوا لي الزكاه، وانا هدعمك ونوسع الجزيره العربيه، وانت الايديولوجيه اللي نتبناها. قال له احلف لي انك انت تاخد مبدا الجهاد والتكفير. قال له احلف لك كل افكارك هتبقى الايديولوجيه الدوله السعوديه. وبهذه الايديولوجيه الوهابيه والسلاح بتاع ابن محمد بن سعود بدات الموجه الاولى من تكوين الدوله السعوديه الاولى التي بدات سنه 1744. انا عاوز اقول لك حاجه عشان ما اطولش في هذا الموضوع. بدأت الدولة السعودية لحد ما توسعت توسع رهيب زي ما اقول لك، لحد 1805 مثلا. 1805 اسقطوا الطائف، قتلوا آلاف الناس في الطائف، آلاف، وكبلوا 367 شخص كده عشان يرعبوهم، وذبحوهم وهم مكبلين. سنة 1802 اراحوا كربلاء. في كربلاء قتلوا 4000 شخص، مذبحه للشيعة، وخربوا طبعا الحاجات الشيعيه. يعني داعش ولا شيء تقوم بشيء جديد ولا يعني. شيء. عاوز اقول لك حاجه، المملكه السعوديه اتكونت على 3 حاجات، بنيت على الدم والمال وايديولوجيه الكراهيه اللي هي الوهابيه. الدم والمال وايديولوجيه الكراهيه، هتعرف كده لما نستعرض في الحلقه. بعد كده لما دخلوا 1802 كانوا بيبكروا بطون الحوامل ويسيبوا الولد اللي بقره موجود عشان يرعبوا الناس في كربلاء سنة 1802. 1802 وكان واحد من الوهابيين طلع على ميكروفون وقال ابكروا بطون الحوامل، اذبحوا الكفرة. ذبحوا طرخوها مخربة سنة 1802. وصلوا بقى لحدود الكويت، وصلوا البحرين دفعت لهم الجزية، وصلوا